السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في احسن صحة واحسن حال بفضل ذكر الله. انا بذكر الله تطمئن القلوب. هنعمل العيش الحلو ده النهاردة، العيش القمر الجميل ده، عيش الشامي. بس انا عاملاه بلبن، هما بيعملوه في الفران بمية، بحطوا نسبة بسيطة من اللبن فيه، يعني فيه وفيه يعني طبعا يعني. اعمله النهارده معاكم خطوه بخطوه، وحاجه سهله خالص، وريحه العجين في البيت، وحاجه سخنه كده الصبح جميله 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 قوي لما ناكلها الصبح كده. يعني حتى لو ما فيش حاجه بتتاكل كده جميله قوي، طريه، هي طريه وجميله جدا. كان عندي لحمه ما شاء الله، كان عندي لحمه معصجه. جبتها بردك، وقشطه، القشطه دي جميله جدا، روعه في الاكل زي كده، بحبها قوي في القشطه دي، حاجه جميله. وعملته بقى حاجة سهلة وبسيطة، مكونات بسيطة خالص. بس اهم حاجة العجين كتير، العجين كتير فيها بتدينا طرية، خلاها طرية كده، وبتدينا ملمس ناعم، بتخليها حلوة اوي. نعجن فيها كتير، عجنت فيها يجي 10 دقايق، لازم نعجن فيها كتير عشان تدينا طعم حلو وتبقى طرية وحلوة. ندخل كده في المكونات بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كيلو دقيق، عليهم رشة ملح، ومعلقتين سكر، ومعلقة خميرة، معلقة وشوية عشان احنا في الشتاء. تمام. وايه، ونص معلقة بيكنج بودر. قلبتهم في بعض، دخلت الاول الدقيق وقلبتهم في بعض، ودفيت اللبن، وبعدين حطيته هوتي. هشوفها بقى العجينة عايزة ايه تاني، بس انا كترت اللبن لان اللبن على قشطة، كترته عشان كده، عشان تبقى حلوة، عشان دي لولادنا محدش هنبيعها ولا حاجة يعني، فلازم نعملها حاجة نضيفة وحلوة عشان تقويهم غذاء ليهم. فده ما شاء الله عجن، بقول له كان عجنتها كتير، وفضل حبة مية صغيرين، كان معايا جنبي نص كوباية مية عشان لو احتجت للدقيق، لان الدقيق عن دقيق يختلف. فعجنتها يجي 10 دقايق، عجنتها كتير قوي ما شاء الله عشان تبقى لينة خالص كده وطرية وناعمة. فلما خلصتها حطيت عليها معلقتين زيت، وقعدت اعجن تاني فيها لما اختفوا الزيت، اختفت خالص دي تمام. دي ما شاء الله غطيتها اهوتي، خمرت جامد اهي ما شاء الله، حلوة جدا. وهنطلعها كده، نفضي منها الهواء ونطلعها، نفردها كده على الرخامة. هعملها بالطول كده، طولها كده شوية عشان اقسمها نصين، عشان اشتغل في نص واسيب النص التاني لما اخلص نص يعني ونص. ما شاء الله كانت جميلة جدا جدا، طرية وحلوة. ادها جزء منها اهوتي، عملته بالطول كده، تطويل كده عشان اقطعها بالتساوي على قد كده اهي ما شاء الله. القطعة كده قد حجم الصباعين كده، واقوم قطع بالسكينة بالشكل ده، كلها بالتساوي كده، طرية وناعمة ما شاء الله عليها. حاجة حلوة كده السخنة الصبح، تبقى حلوة يعني ما شاء الله، والله من حلاوتها. انا اول مره اعملها بس جميله، لقيتها روعه من حلاوتها والله. عيالي قالوا لي اعملها تاني، قمت تاني يوم الصبح وهما نايمين بردك عملتها لهم، اتفاجئوا بيها والله. بيحبوا الحاجات اللي احنا يحبوا الحاجات السخنه، ودي حاجه حلوه يعني. مم، تبقى حلوه لهم يعني. دي خلصتها تقطيع وخبزتها اهوت، فردتها، وكان سمكها يعني ما بقاش رقيقه قوي. وبعدين حطيت طاسة على النار، سخنتها قوي قوي من غير ما يكون فيها اي حاجة، وبعدين احطهم فيها بالشكل ده. اما بياخدوا تحس ان هما استووا من تحت كده، ياخدوا لون، تنشف من فوق كده، تعرف ان هي استوت لما تنشف من فوق. اقوم قلبها من غير فرن، من غير حاجة، في ساعتها واحنا واقفين، ماخدوش مننا حاجة. هذا شكلها ما شاء الله ما شاء الله جميل، لون ذهبي وحلو. يا رب تعجبكم وتجربوها وتدعوا تنسوش الاستغفار، استغفار كتير كتير، بيعمل لنا كل حاجة احنا عايزينها. ربنا بيجيب لنا كل حاجة. مع السلامة.